ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو النهارده بصوا هو فيه كذا حاجه وهتكلم فيه معاكم في كذا حاجه، فما فيهوش حاجه معينه. يعني المهم انا النهارده نازله اول مره من ساعه لما اولد وارجع بيتي انزل لوحدي من البيت يعني. المهم قلت كده هلبس سيليا الطقم ده. عايزه اقول لكم ان هبه اختي كانت جايبه لها ساعه لما اتولدت، اول ما اتولدت هي جابته لها. حلو قوي بجد والله العظيم، وشيك جدا في اللبس وتحفه. وكمان الخامه بتاعته تقيله، يعني تحسوه كده ايه، مش فايبر، لا عارفين انتوا القطيفه، هو قطيفه. فالمهم لاني انا مش هعرف امشي بالاتنين برحيم وسيليا، آه اللي هو اشيلها كده على ايدي، لا قلت ايه، لا انا هحطها كده في الشياله. فعشان كده لبستها الطقم ده حسيت ان هو بديل البطانية يعني. مع اني غلط، كان الجو ساقع وكان المفروض الفها ببطانية، بس لو لفيتها ببطانية مش هتدخل في الشيالة. وهنا رحيم كان متطعم ابرة السنة ونص، فقلت لا انا مفيش حيلة اقعد بحد، والله بجد مفيش حيلة اقعد بحد تعبان خالص. هو مش اليوم اللي احنا نزلنا فيه ده اللي اتطعم، لا كان متطعم قبلها بيوم، وحقيقي كان اصعب يوم مر عليا في حياتي. كان هو يعيط هي تعيط، هو يعيط هي تعيط، والله بجد. كان هو يعني رجله واقفة مش عارف يحركها، وكل ما اجي بقى اتنيله رجله كده او افردها يفضل يصرخ ويعيط، وما كانش بيقف عليها خالص. يعني ايه، فضلت معاه انا طول اليوم اللي هو اليوم اللي طعم فيه ده، فضلت معاه اللي هو ايه، اعمل له كمادات ودرجة حرارته تعلى، واديله ستال واديله مش عارفة ايه، لحد ما هدى شوية. قلت بقى تاني يوم بقى قلت انا هروح لماما، هي بقى تشيله شوية، هي عارفة هو بيحبها وبيحب يقعد معاها، فقلت ايه يقعد بقى معاها ويريحنا انا ايه يوم كده ولا حاجة. وكمان كنت عايزة اروح للدكتورة، لاني انا من ساعة لما ولدت زي ما حكيت لكم معايا مغص على طول، ما بيروحش خالص، ما بيروحش اطلاقا بجد. فعملت زي ما انتم قلتولي اشربي حلبة بعسل كتير، شربت. شاي بالنعناع شربت، مش عارفة ايه شربت، ما فيش المغص ما بيروحش خالص. فقلت لا انا هروح لها تشوف فيا ايه. تمام، فروحت بقى سبت العيال معاها ونزلت، اخدت دنيا اختي معايا ورحنا اللي هي عيادة قريبة لماما، يعني قريبة لبيت امي، مش اللي عند بيتي يعني. المهم مكان الدكتورة كان قريب جدا من المنشية، فقلت لها تعالي بالمرة بما اننا خلاص يعني جنب المنشية، ابص كده ايه الجاكيت لرحيم. كنت عايزة اشتري له اللي هو الجاكيت البامب ده، بس بصراحة لقيته يعني غالي شوية عن الفلوس اللي كانت معايا، فقلت ان شاء الله هبقى انزل مرة تانية اجيبه يعني. وكمان كان ناقصه شرابات. عندنا في البيت، احنا في البيت بتاعي انا بنقعد كلنا بشرابات يعني، وهو ايه الشرابات بتاعته صغيرة، فبيبقى عايز يلبس زينا. فقلت اجيب له كده 3، كانوا التلاتة ب25 جنيه. وهجيب له بقى ايس كاب، وكمان هروح ابص على حاجات وايه وهنروح. عايزه اقول لكم ان انا اليوم ده بت عند امي وروحت تاني يوم، يعني ما روحتش في نفس اليوم. عايزه بقى كمان اكلمكم في موضوع تاني خالص. الموضوع انا من ساعه لما جيت بيتي وبقيت مثلا بنزل لكم فيديوهات بعد الولاده، بيتكتب لي كومنتات غريبه جدا جدا والله العظيم 3. مثلا حد يقول لي هو انتي مامتك متبريه منك، انتي مامتك مستغنيه عنك، انتي اخواتك فين، انتي مش عارفه ايه. يا جماعه كل واحد بيبقى ليه مسؤوليات. اختي شروق دلوقتي في امتحانات، طبعا انا مش هقولها تعالي اخدميني تعالي اعمليني، هي عندها امتحانات، ربنا يقويها يا رب ويعديها ويعدي السنه، تعدي السنه دي على خير. وماما امي عندها شغل، غير ان امي عندها شغل، امي عليها ديون. فانا مش هستنى لما حد يجي يقف لها على حاجه، فبقول لها اشتغلي وما ما تجيليش، مالكيش دعوه بيا، انا بعرف اقوم اعمل حاجتي، انا بعمل وبعمل، اي نعم ببقى تعبانه جدا. وساعات والله العظيم 3 من كتر المغص اللي بيبقى عندي، اللي هو انا ما بقدرش اقوم اعمل حاجه. فبقول مش مشكله، المهم هي ايه ما تجيش وتعطل نفسها والناس يقفوا لها. يعني هي عشان كانت واخده قرض بسبب جواز الدنيا، فكل شهر ملزومة ان هي تدفع مبلغ معين. تمام، فطبعا عليها ديون، غير طبعا الاكل، غير الشرب، غير المدرسة بتاعت شروق، غير الدنيا التانية. تمام، فمش هقول لها برضو تعالي اخدميني، انا بقوم اعمل حاجتي واحدة واحدة يعني.
يعني مثلًا باجي مثلًا أغسل المواعين، ممكن أغسل الصحون الأول بعد كده أرتاح شوية، أغسل الكوبايات الأول بعد كده أرتاح شوية، والله بجد هو أنا مش شايفة إن هي عقبة بالنسبة لي أو مثلًا بتتعبني، أي نعم هيأثّر عليَّ فيما بعد زي ما أنتم ما قُلتوا، بس يعني المضطر بيركب الصعب. محمد جوزي طبعًا بييجي من الشغل متأخّر جدًا وأنا مش هاستناه مثلًا لمّا ييجي اللي هو يعمل لي حاجة، لأ خلاص أنا بقيت مثلًا قادرة أقف والكلام ده، فاقوم أعمل لنفسي. كل واحد بيبقى الله يعين يعني كل واحد بيبقى الله يعينه على حاله وعلى ماله وعلى دنيته، يعني الدنيا ما بقتش زي الأول، الدنيا بقت أصعب من الأول بكتير، والله بجد. فكل واحد بيبقى متعلّق من عرقوبه يعني زي ما بيقولوها كده. فأنا بصراحة ما باحبش اللي هو إيه، أرمي حمولي على غيري، لأ، دي حاجتي أنا ودي حياتي أنا ودي أنا اللي الحاجات دي أنا اللي لازم أعملها، مش لازم حد ييجي يعملها لي. تمام، فبصراحة هُم لمّا بييجوا يعني ماما أو شروق لمّا بييجوا لي بيعملوا لي، مش هاقول لكم إن هُم ما بيعملوليش، بس هي الفترة دي يعني جيت فترة ولادتي أنا ماما مضغوطة، عندها شغل كتير، عندها ديون، شروق يعني أنا ولدت ساعة امتحانات شروق، فامتحاناتها ودروسها وحياتها مش هتعطّل كل ده وتيجي تخدمني برضه. تمام، فربنا يعين كل واحد على مسؤوليته، يعني ما حدش دلوقتي بيشيل مسؤولية حد، بعيدًا عن أهلي والله العظيم 3 يعني أنا مش باكلمكم على أمي وأختي والكلام ده واخواتي وكل دول لأ، أنا عادي بالنسبة لي، بس أنا يعني إيه باوضّح لكم الفكرة إن هُم ما بييجوش يعملوا لي دي ومش عارفة إيه والكلام ده كله، عشان كومنتات غريبة والله بتتكتب لي، كلكم الكومنت اللي اتكتب لي أنتِ أمِك متبرية منِّك، هتتبرى مني ليه؟ طب أنا قعدت عند أمي قبل ما أولد ب3 أيام تمام، قعدت عندها قبل ما أولد 3 أيام، وبعد الولادة يعني أنا ولدت السبت مشيت الجمعة، وفي ناس على فكرة ما بترتاحش في بيت أهلها بعد الجواز، أنا واحدة منهم والله بجد، يعني أنا ما بارتاحش غير في بيتي حاليًا، دلوقتي أنا ما باعرفش أقعد غير في بيتي، ما باعرفش أنام غير في بيتي، يعني أنا قعدت عند أمي كنت كل يوم أقول لها أنا عايزة أروّح، كانت تقول لي مين هيخدمِك، مين هيشيلِك، مين مش عارفة إيه والكلام ده كله، لأ أقول لها لأ أنا عايزة أروّح، وكمان اللي كان عايزني يعني اللي كان مخلّيني إن أنا عايزة أروّح إن أمي ما كانتش بتشتغل، كانت قاعدة لي وقاعدة لرحيم وسِليا بس، والله بجد كانت تعمل لنا الغدا وتروّق هي وشروق وكانوا قاعدين برحيم وسِليا، فأنا كنت عايزة أروّح عشان تشتغل برضُك، يعني تشوف مصلحتها بقى وتشوف دنيتها وتشوف الديون اللي عليها. غير كده يعني أنا عارفة بقى إن كل اللي أنا باعمله حاليًا هيأثّر عليَّ فيما بعد، بس أنا باقول يعني أنا هاعمل إيه يعني ما فيش حاجة في إيدي إن أنا أعملها أو مثلًا يعني ما فيش حد إن هو متاح دلوقتي إن هو يريّحني، بس يعني بيتي أنا يعني أنا شايفة إن بيتي ما فيهوش حاجة، أنا ممكن مثلًا أروّق النهارده ما أروّقش بُكرة، والله بجد بيتي مش بيتوسخ دايمًا، مش مثلًا مش مُرتّب على طول لأ، يعني أنا روّقت النهارده تاني يوم بيبقى البيت نضيف، لإن ما فيش حد عندي زي ما أنتم عارفين إحنا 3 أنفار، اللي بنمشوا بس لسه سيليا صغيّرة ورحيم سَنة ونُص يعني ما بيعملش اللي هو إيه، ما بيقلبش الدنيا أوي يعني، فاهمين؟ فبس هي دي كانت وجهة نظري في الموضوع مش أكتر، إنّما أنا ولا أمي متبريّة منّي ولا أخواتي مش عارفة إيه متبريّين منّي ولا أمي مستغنية عنّي زي ما كومنتات كتيرة أوي تتكتب لي. بس كنت أنا بس عايزة أوصّل لكم المعلومة مش أكتر. المهم هنا بقى تاني يوم بعد ما وأنا مروّحة قُلت هادخل سوبر ماركت عايزة أجيب جبنة موتزاريلا، بس عايزاها نوعها تكون كويس، تكون اللي هي إيه يا جماعة اللي عارفين المَطّة دي، أنا عايزة إيه اللي هي بتمُط دي، كتير باجيب جبنة موتزاريلا بس إيه ما فيهاش المَطّة دي، وكمان ما بيبقاش إيه ما بتبقاش طعم، ما بيبقاش فيها طعم خالص. المهم دخلت كده سوبر ماركت عندنا جيت أشتري كاتشب ومايونيز لإني ما كانش عندي وكنت عايزة أشتري الجبنة، إنما المستردة دي كانت عندي من الأول عشان ما حدش يدخل يقول لي دي مقاطعة، تمام، فوالله وأنا باشتري المايونيز والكاتشب بقى اللي واقف بيبيع بقى يقول لي يعني مثلًا خدت كاتشب ومايونيز بس نوع تاني نوع من المقاطعة أنا ما باعرفش المقاطعة مش من المقاطعة يعني فاهمين، ما باعرفش إيه هي الحاجات اللي المفروض أقاطعها والحاجات اللي هي إيه المفروض ما أقاطعهاش، أنا ما باعرفش، فهو بقى يقول لي بصراحة إيه على فكرة اللي في إيدِك ده مقاطعة ما تاخديهوش، ده مش مقاطعة عايزاه خديه، وما كانش بصراحة بيعمل معايا مثلًا أنا كده بس لأ، كان أي حد بيدخل يشتري كان يقول له ده مقاطعة وده مش مقاطعة، يعني والله العظيم ربنا يسعده ويرضيه يا رب. المهم بقى إيه وكمان كنت زي ما قُلت لكم عايزة أشتري جبنة موتزاريلا نوعها حلو، فهو جاب لي دي، الكيس ده كان كيلو، الكيلو ده ب140 جنيه، بصراحة أنا قُلت له هاجرّبه،
قلت له عارف لو ما بتمطش كده هرجعها لك. قال لي لا والله العظيم نوعها كويس ومش عارفه ايه والكلام ده. وجاب لي نوع تاني اللي هو اسمه الاصدقاء، حلو برضو. النوع ده انا جربته قبل كده بس غالي قوي وغلا كمان، يعني كان الكيلو مش عارفه ب180 تقريبا كده او ب200، كنت جايباه اخر مره، دلوقتي ب240 جنيه. فقلت لا انا هاخد ام 140 دي اجربها، يعني ايه اشوفها دنيتها ايه. بصراحه طلعت حلوه قوي، يعني هتشوفوا كده في الاخر. بس انا عشان ما بسخنش العيش قوي، فتحسوا ان المطه بتاعتها ايه بسيطه. اللي خلاني اروح اعمل كريب، يعني هنا يوم ما روحت من عند ماما كان تاني يوم بالليل، فجبت الحاجات اللي ناقصه، قلت ايه هعمل كريب النهارده. محمد طلبه مني بصراحه، وكمان محمد اليوم ده ما كانش اتغدى، يعني انا كنت ممكن نتعشوا اي حاجه مثلا جبنه قدوسيه الكلام ده، بس هو عشان ما اتغداش فقلت لا انا هعمل له ايه كريب كده ايه عشان يتغدى يعني بيه، اعوضه يعني الغدا والعشاء مع بعض. عايزه اقول لكم بقى ان انا ما عملتش الحاجه كده دريك مره واحده. انا عملت عجينه الكريب رحت ارتحت شويه، بعد كده عملت الشاورما ارتحت شويه، بعد كده عملت العيش ارتحت شويه كده، يعني انا ماشيه في البيت كده عشان ايه برضو كي ما تعبش قوي. وكمان انا بحب احشي بصراحه الساندوتشات من جوه بطاطس. في ناس بتعملها من غير بطاطس، ممكن تعمليها من غير حشو البطاطس، تعمليها اللي هي ايه الشاورما بس انا عشان بحب البطاطس فممكن البطاطس عندي احطها في اي حاجه. فبس كده هنا اكون خلصت الساندوتشات. بصوا الجبنه حلوه قوي بجد والله، طعمها حلو جدا كمان، تحسوها اللي هي مديه كده على الجبنه تركي شويه. فقلت خلاص دي هعتمدها، يعني كل شهر ان شاء الله هبقى اجيبها، بس يا رب ما تغلاش يعني اكتر من 140 جنيه عشان لو غلت مش هشتريها. عملت كده لكل واحد كام ساندوتش، حوالي 3 ساندوتشات. عايزه اقول لكم والله ان انا ما قدرتش اكل التلاتة مره واحده، يعني انا اتعشيت ب1:30 بالليل، وسبت بقى التاني اللي هو الباقي، يعني فطرنا بيه الصبح انا ورحيم. بصوا الجبنه بصراحه خطيره، مش قادره اقول لكم عليها، جربوها والله العظيم هتعجبكم، كمان سعرها حلو قوي. وكمان حطيت بقى كوبايتين كده حاجه ساقعه، وخلاص كده هحطهم بقى في صينيه العشاء وبألف هنا وشفا. عايزه اقول لكم ان الاكله دي المقربه لقلبي، فتحسوا ان انا على طول بعملها. بس كده الفيديو معاكم خلص، ويا رب الفيديو يكون عجبكم.